سيادة الرئيس جمال عبد الناصر بمكتبه بدار الرئاسة السيد الأستاذ محمد أبو نصير وزير التجارة والصناعة، ومعه وزير التجارة الخارجية لحكومة تشيكوسلوفاكيا ورئيس وفدها التجاري في مصر ووزير تشيكوسلوفاكيا المفوض في القاهرة. وقد عرضت في هذا الاجتماع المباحثات التجارية المبرمة بين مصر وتشيكوسلوفاكيا. ولمناسبة وجود البعثة في مصر أقام بنك مصر مأدبة غداء في ناديه دعي إليها رئيس وأعضاء بعثة تشيكوسلوفاكيا ورجال السفارة ووزير التجارة والصناعة ووكيل وزارة الحربية لشؤون المصانع وكبار ضباط الجيش المصري ورجال المال والاقتصاد ومدير الشركات ورجالات بنك مصر. وكان السيد محمد رشدي والأستاذ محمود العتال ورجال البنك يرحبون بالمدعوين.